محمد علاء، خلينا النهارده نسألك عن ورشة تصوير المنتجات، بس في الأول عرفنا بنفسك. انا محمد علاء الدين، انا فوتوجرافر وفوتوجرافي انستراكتور وبصور منتجات بقالي تقريبا 14 سنه. هل اللي هيحضر لازم يكون مصور؟ في الحقيقه لازم يكون مصور وعارف اساسيات التصوير واساسيات الاضاءه، لان احنا بنتكلم في مستوى متقدم شويه وهو مستوى تخصصي في تصوير المنتجات. تفتكر الورشة دي هتفيد مين؟ اظن كل الناس النهارده بتحتاج مصورين منتجات، فممكن لو انت مصور مبتدئ وعايز تتخصص في تصوير المنتجات بما انها يعني كارير بيقدر ان هو يفتح لك ابواب شغل كتير قوي، فمهم ان انت تشترك في ورشه تصوير المنتجات عشان تعرف ازاي بتاخد البريف من العميل، ازاي تصور صح، ازاي تفهم نوع التصوير اللي انت محتاج تسلمه، ازاي تسلم الشوت بتاعك بالشكل اللي العميل عايزه. ففي تفاصيل صغيره تيبس اند تريكس كده هتفرق معاك جدا في اليومين ثلاثه دول. هل تصوير البرودكت بالموبايل بيفرق عن الكاميرا؟ فرق شاسع. بص، مفيش بلاتفورم او ويب سايت او حد بينتج منتجات او بيجيب منتجات ابدا يقدر يعتمد على الكواليتي بتاعت الموبايل. الموبايل حلو جدا للسوشيال ميديا، يعني انا لو بصور حاجه كده سريعه على السوشيال ميديا تمام، ولكن لو انا عايز احط صوره احترافيه للمنتج تعرف العميل بتاعي او الزبون اللي بيخش على الويب سايت ان هو عايز يشتري الحاجه يشوف تفاصيلها عامله ازاي والكواليتي بتاعت الشغل بتاعي عامل ازاي، لازم تكون كاميرا احترافيه. وكل الناس اللي بتشتري منتجات وتبيعها يا اما يبقى عندها صور احترافيه يا اما هتحتاج برضو انها تصور تصوير احترافي عشان تقدر تبيع المنتجات بتاعتها بشكل احسن. الناس دايما بتسأل عن الاي اي، هل الاي اي هيلغي دور المصور؟ لتصوير الاشخاص والمنتجات عمر ما الاي اي هيعرف يريبليس، لان انت عندك حاجه يونيك. يعني الكرسي ده انا اللي مصنعه، فتفاصيله عندي بس، يعني مش عند الاي اي، مش هيعرف يعمل بيها حاجه. ولو انا حتى صورت صوره بالموبايل لو كواليتي ورفعتها للاي اي عشان الاي اي يقدر ان هو يجنريت صوره هاي كواليتي من الصوره دي، مش هيقدر يطلع التفاصيل زي ما انا شايفها بعيني. فان المنتج يبقى قدامي والاضاءه تبقى قدامي والزاويه بتاعتي تبقى مظبوطه والاضاءه والالوان، موضوع الالوان ده قصه، احنا بندرس جزء خاص بالالوان عشان اللبس مثلا، اللبس ليه كود معين وليه شكل معين، فلازم وانت بتشتريه اونلاين يبقى نفس التيشيرت اللي هيوصل لك في البيت. هل اللي هيتخرج من الورشة هيقدر يبدأ في تصوير المنتجات؟ هي دي بقى الحته المهمه، ان اللي هيتخرج هيقدر على طول ان هو يشتغل في تصوير المنتجات. يعني اليومين او الثلاثه اللي هو هياخدهم دول وهيتدرب كمان عملي، هيقدر ان هو يفهم انواع المنتجات المختلفه وازاي بتتصور، الماتيريالز المختلفه، الريفلكتيف والنون ريفلكتيف ازاي اصورها، طب ايه الحاجات بتاعت الاي كوميرس، ايه الحاجات البيوتي، ايه الحاجات الادفرتايزنج، ازاي اصور كل حاجه لوحدها، ازاي استخدم الاي اي معايا وادخل صوره انا مصورها بهاي كواليتي في بوستر معمول بالاي اي. كل الكلام ده هيتعلمه في الورك شوب دي. طيب في شروط معينة للمصور اللي هيشارك في الورشة دي؟ لازم يكون معاه بيزكس، اساسيات واضاءه، لازم يكون بيعرف يشتغل على اللايت روم، لازم يكون معاه دي اس ال ار او ميرورلس كاميرا احترافيه، لازم يكون مش بيعقد الدنيا، يعرف ان الدنيا بسيطه ويقدر ان هو يطلع اي صوره هو محتاجها بابسط الادوات. شكرا ليك يا محمد. حبيبي.